يا ترى مين هم أصحاب الأيكة وكان مين نبيهم؟ ويا ترى ليه سموهم كده أصلا؟ وإيه يا ترى يوم الظلة دي اللي مذكور في القرآن؟ وهل يا ترى نبي الله شعيب كان في عصر موسى فعلا؟ أنا هقولك الحكاية. أصحاب الأيكة دول كانوا عرب وكان نبيهم نبي عربي، ولو دورنا في القرآن هنلاقي إن بس الأنبياء العرب اللي مذكورين في القرآن هم سيدنا هود وسيدنا صالح وسيدنا شعيب وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. دول الأنبياء العرب أب وجد. في شمال غرب الجزيرة العربية كان في منطقة اسمها البدع اللي هي دلوقتي اسمها تبوك، وكان في برضو منطقة قريبة قوي منها اسمها معان في الأردن. ولو دورنا في الخريطة هنلاقي ان تبوك والأردن قريبين جدا من بعض، فطبيعي ان هم كان يسكنوا في المدينتين دول ناس كان اسمهم قوم مدين، وسموهم بعد كده أصحاب الأيكة. وهقولك ليه سموهم بالاسم ده. كانوا كفار كفر شديد وكانوا بيعبدوا شجرة اسمها الأيكة، فعشان كده سموهم ايه؟ أصحاب الأيكة. أصحاب الأيكة يعني إيه؟ يعني أصحاب الشجرة. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين، فبعت ربنا سبحانه وتعالى رسول عربي فيهم اسمه شعيب، نسبه يرجع لمديان ابن إبراهيم عليه السلام. والناس اختلفوا في سيدنا شعيب، في منهم اللي قال إن هو كان من الأنبياء الأوائل، وفي منهم اللي قال إن هو كان في الأنبياء الأواخر اللي مثلا جم في عصر زي سيدنا موسى عليه السلام، وإنه فعلا تزوج من بنت سيدنا موسى. تعالوا نعرف بقى قصته اللي اتذكرت في القرآن. نرجع بقى لأصحاب مدين اللي بيعبدوا شجرة الأيكة. أصحاب الأيكة دول كانوا أغنياء جدا وتجار، بس كانوا مفسدين جدا، وعشان مكانتهم التجارية العظيمة كان بيمر عليهم قوافل تجارية كبيرة، فكان أي قافلة بتمر عليهم مجرد المرور كده كانوا بيسرقوها. وكمان كان في قافلة كانت عايزة تاجر جوه مدينتهم، كانوا بياخدوا من كل راس مالها 10% عشان بس كده يدخلوا يتاجروا معاهم في مدينة مدين. يعني هم كانوا فاسدين في حاجتين، ظالمين نفسهم في الظلم الأكبر اللي هو الكفر بالله، والظلم التاني هو الظلم المالي، قطاع طرق، سرقة، غش في التجارة، وأخذ أموال الناس بدون أي وجه حق. فلما شاف سيدنا شعيب كل الكلام ده، فربنا ذكر لنا سيدنا شعيب قال لهم إيه وعمل معاهم إيه. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وبدأ سيدنا شعيب يقول لهم على المعجزة والآية اللي نزلت بيهم عشان يؤمنوا بربنا. طب يا ترى ايه المعجزة دي؟ طبعا مش كل الأنبياء وكل الرسل اتذكر قصتهم في القرآن، زي ما برضو مش كل معجزات الأنبياء اتذكرت في القرآن. اتذكر في القرآن ان هم ليهم معجزة وآية، بس ما اتذكرتش آية ايه، مش مهم نعرفها. المهم ان كان في معجزة وآية لقوم أصحاب الأيكة. وبعد كده قال لهم سيدنا شعيب ما تلعبوش في الميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم، لأن هم كانوا تجار. وقال لهم سيدنا شعيب ما تقعدوش كده مرين تسرقوا أي حاجة معدية. وبدأ سيدنا شعيب يفكرهم بنعم ربنا عليهم. انتوا كنتوا قبيلة ضعيفة ملهاش أي مكان بين العرب والتجار، دلوقتي بقيتوا من أغنى وأشهر العرب والتجار. وقال لهم راجعوا التاريخ إزاي كانت نهاية أي مفسد في الأرض. وقال لهم سيدنا شعيب أنا كل اللي عايزه بس هو الإصلاح. فردوا عليه بكل غرور وقالوا له يا شعيب أصلاتك تأمرك بهذا؟ إن احنا نسيب ما يعبدوا آباءنا ونتبع الدين بتاعك ده؟ وصلاتك كمان بتأمرك إن احنا إزاي نتصرف في فلوسنا وكمان نجيبها منين؟ وبعد ما قالوا له كده وقالوا له بمنتهى السخرية زي ما فسرها ابن عباس إنك لا أنت الحليم الرشيد، من باب السخرية يعني. وبدأ سيدنا شعيب يقول لهم افتكروا قوم نوح ربنا عمل فيهم ايه، وقوم هود وقوم صالح اللي كانوا برضو عرب زيكم، وافتكروا قوم لوط اللي وما منكم ببعيد، لان بحيرة لوط كانت قريبة جدا من الأردن. انا خايف عليكم من العذاب، استغفروا ربكم ان ربكم رحيم ودود. وبرضه مفيش فايدة، وفضلوا يستهزئوا بنبي الله شعيب ويقولوا عليه إنك من المسحرين، وانت زيك زينا ما تقولناش أبدا نعمل إيه وما نعملش إيه. وبصراحة إحنا مش مصدقين أي كلام من اللي انت بتقوله، ونظنك من الكاذبين. ولو انت فعلا بتهددنا خلي السما دي تتقطع كده وتنزل علينا لو انت صادق فعلا. ولو يا شعيب ما بطلتش الكلام اللي انت بتقوله ده هنخرجك انت وكل الناس اللي آمنوا معاك من البلد بتاعتنا اللي مش عاجبك حاجة فيها دي، إلا بقى لو رجعت عن كلامك ده وبطلت تضايقنا. وبدأوا في خطة في منتهى اللؤم.
بدأوا يقولوا لكل القوم اللي موجودين غير مؤمنين في البلد لو جالكم شعيب ما تسمعلهوش ولا حتى تقعدوا معاه، لكن بقى لو جه كده واجبركم ان هو يقعد معاكم ويفضل يقول لكم الكلام ده، كل ما يقول تقولوا له ما فهمناش، انت بتقول كلام لا نفقهه. فيعيد سيدنا شعيب فيقولوا له برضه مش فاهمين، وهكذا. ولما قالوا له انت بتقول كده كلام احنا مش فاهمينه، ولولا بس انك من عيلة كويسة وليك مكانة مرموقة لرجمناك. وبدأوا ينشروا ان كل اللي هيتبع شعيب هيكون خاسر وهيخسر كتير فلوسه. حلال وحرام ايه اننا نجيب الفلوس دي، وده مصدر شغلنا اللي بنجيب منه فلوس كتير. وساعتها سيدنا شعيب قرر ان هو لأول مرة يدعي على قوم، وابتدى سيدنا شعيب يقول لهم استنوا عذاب ربنا. وفعلا جه عذاب ربنا ليهم غريب جدا، ان ابتدى 7 ايام حر جدا، الهوا تقريبا وقف، حتى النفس بقوا بياخدوه بصعوبة جدا، حر ورطوبة والناس مش قادرة تاخد نفسها. وبعد ال7 ايام دول ربنا بعت خيمة سودة كبيرة جدا، بس الخيمة دي ما كانتش على سماء مدين، لا كانت في حتة بره مدين بشوية، والغيامة دي كان تحتها ظل كبير جدا. فطبعا هم بقالهم 7 ايام في حر ولا هوا وكمان رطوبة، فخرج كل قرية مدين ما عدا طبعا سيدنا شعيب والمؤمنين، كلهم خرجوا يجروا جري اتجاه الظلة دي. وده المذكور لينا في القرآن بيوم الظلة، وربنا ذكر لنا في القرآن فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. طبعا سيدنا شعيب وكل المؤمنين ما خرجوش، وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. تفسير الآية دي إيه بقى؟ العذاب ده كان اسمه عذاب الصيحة. وليه سموها الصيحة؟ لأن أول ما وقفوا تحت الظلة دي اترجت الأرض من تحتهم، فمذكورة في القرآن بالرشفة. وبعد ما كلهم وقعوا فوق بعض صرخ عليهم سيدنا جبريل، وعشان كده سموا العذاب بإيه؟ بالصيحة. فكلهم في لحظة ماتوا بس من صرخة سيدنا جبريل عليه السلام، موت جماعي. سبحان الله، بقدرة ربنا العظيمة من صرخة واحدة يحصل كل ده. وكلهم لما ماتوا مر عليهم نبي الله شعيب وبصلهم كده، وذكر لنا القرآن سيدنا شعيب قال ايه وقتها؟ فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. ازاي يزعل على ناس كفروا بعد ما نصحتهم كتير وبرضه ما استجابوش. وبس كده حبايبي، هي دي كانت قصة أصحاب الأيكة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك على الفيديو ده، ولو لسه أول مرة بتشوفوني ما تنسوش تعملوا سبسكرايب في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان تشوفوا فيديوهاتي أول بأول، وتعملوا شير لأصحابكم علشان يستفيدوا هم كمان. واشوفكم إن شاء الله في فيديوهات تانية. السلام عليكم.